أتمنى أعيش في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هو أفضل عصر ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أفضل عصر اللي البني آدم اتولد فيه، يعني هو اللي يقدر يعرف يعيش فيه ويستحمله يعني. الحمد لله والله، يعني لما الناس بتحب وتصدق مسلسل وشخصياته بيبقى رد فعلهم بالشكل ده، فالحمد لله ده نجاح من عند ربنا كبير. وارد انه يكون في توارد في الافكار والخواطر والافيهات، ولا هي المفروض ان هو ملزمه لكل مسلسل ما يقدرش يا مسلسل جماعة تاني؟ والله ما إفيه، دي مفردات من العصر. فالموضوع مش إفيه، يعني ده معنى، دي حاجة جامدة جدا أو آخر حاجة، ففي الآخر خالص هو مش إفيه يعني. حلو. طب مصطفى، عايزاك بقى تكلمنا عن مشاركتك النهارده في مهرجان الغردقه سينما الشباب، وانت شباب وشايف ازاي تواجدك، وانه في اكتر من عمل سينمائي لطلبه المعهد العالي للفنون المسرحيه وللشباب مشاركين في المهرجان السنه دي. أنا شايف إن هي دي إن شاء الله السينما اللي جاية، سينما الشباب. شايفين في الفترات الأخيرة مسلسلات الشباب وأفلام الشباب. شفنا فيلم الحريفة، شفنا مسلسل حالة خاصة لطه دسوقي، شفنا بالطو العمر، عصام عمر، وبنشوف نجاحات الشباب، لأن الجيل ده عنده كتير جدا وعنده أفكار كتير جدا ولسه عنده كتير جدا عشان يعبر عنه. فأنا متحمس جدا للمهرجان، متحمس جدا لأن الجيل اللي جاي هو جيل الشباب إن شاء الله بإذن الله. مصطفى، بس هي شايف لاي مدى ربنا صارف لك قبول، لان كل عمل بتعلى فيه عن التاني وبيكون لك بصمه بعد اليوم؟ والله الحمد لله، يا رب يديمها نعمة بس كده، الواحد يقدر يحافظ والواحد يقدر يجتهد أكتر. كل ما الناس بتحبك أو بتحملك ثقة ومسؤولية، بيبقى الواحد حريص على إن هو يحافظ عليها يعني. بتحط بصمتك في الورق اهلا. لو انت عايش في عصر تاني واستبداد هياخدك لزمن ورا، اي عصر تحب تعيش؟ أتمنى أعيش في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هو أفضل عصر ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أفضل عصر اللي البني آدم اتولد فيه، يعني هو اللي يقدر يعرف يعيش فيه ويستحمله يعني. في جزء تاني بدأ يتحضر للمسلسل ولا؟ لسه والله، لو يعني في في كلام. فكرة كويسة إن شاء الله بإذن الله نقدم. تقول ايه لاحمد حاتم بعد نجاح المسلسل ونجاح الفيديو اللي انتوا عملتوه مع بعض؟ أقول له دي حاجة 17 خالص، لأن محدش قال قبل كده حاجة 17. وأقول له ربنا يزيدك يا أحمد، وأنت تستحق أي نجاح بيحصل لك، لأنك أنت فعلا بتجتهد وبتتعب على شغلك وبتحب كل اللي حواليك. تقول لي مين؟ ومبروك فيلم العاشق. مظبوط. تقول لي مين في حياتك حاجه 13 خالص؟ اقول لامي ومراتي وولادي واخواتي انتوا حاجه 13 خالص. بتحضر ليه الفتره الجايه؟ بحضر اعتبر الجزء الثاني ان شاء الله باذن الله. السينما. السينما ان شاء الله يعني، امضي بس ان شاء الله وابقى. نورتني يا ميرسي جدا، مصطفى، مليون ميرسي، مبروك. متشكر جدا، ميرسي.